جاهزة؟ جاهزة. 1 2 3 اكشن. مرحبا يا أصدقائي. اليوم مثل ما شايفين معي ضيفة جايتنا من ألمانيا، شيف ملكة نورتنا بزيارة، مستضيفينا شخصيا أنا، إلي الشرف والحظ. قعدت عندي 3 أيام، من ال3 أيام من الدلال صراحة، يعني قضينا وقت كتير حلو مع بعض، ورحنا مشاوير حلوة وعملنا نشاطات أحلى. واليوم عاملين لكم فيديو خطير. فكرة الفيديو كتير فيها حماس وفيها هيك منافسة صغيرة. فكرة الفيديو هي تحدي بين الفطور الشامي والحلبي. مثل ما شايفين قدامكم حاطين الصواني. انت اخترتي المربع صح؟ مربع. ملك اختارت الصينية المربعة وانا اخترت الصينية المدورة. انا رح اعمل فيها فطور حلبي تقليدي، والشيف ملكة رح تعمل فطور شامي تقليدي. طبعا الفتات والفول، وانا في اشياء هلا بتشوفوها بترمز للفطور الحلبي. فهلا رح نبدا مع بعض، نفرجيكم هيك الترتيبات اللي عملناها، ونحن عم نرتب وننسق الصواني. نحكي لكم شوي عن خلفية هالفطور ونتعرف مع بعض على شيف ملكة. يا جماعة قبل ما نبلش بالأكل وننشغل بتنسيق الطعام وهيك يروح راسنا بالأكلات الطيبة، حابة أحكي لكم أو خلي ملكة تعرفكم عن نفسها. هي ما شاء الله غنية عن التعريف. نعرفت إنه هي طباخة البرلمان الألماني، وميركل أنجلا ميركل أكلت من أكلاتها الطيبة، وما شاء الله ما بقي يعني مجلة، ما بقي صحيفة، مقابلات عبت الدنيا، انشهرت كتير بقصة نجاحها. فينك انت تخبرينا عن شو الشيء اللي يميز شيف ملكة، وليش انشهرت شيف ملكة بهالسرعة؟ يعني يمكن حكيته هو كافي. هذا الشيء اللي كل الناس بتعرفني فيه او بتعرف فيه عني. يمكن ليش انشهرت اكثر؟ يمكن لانه عم بشتغل كل شيء من قلبي. لما بنعطي من القلب بيوصل دغري للقلب في الاخر. فانا بحس بس هي الشغله اللي انا قدرت اني ابرع فيها، اني اوصل لقلوب العالم، لانه كل شيء عم طلعه من قلبي. شو بتعتبري اللحظه هيك بتعتبريها القمه بانجازاتك لحد الان من وقت ما بديتي لهلا؟ ما بحس في هيك لحظه لحالها. يمكن في ناس بيقولوا انه صورك مع المشاهير، مع ما في، بدي اقول لك يعني يمكن في اشخاص بيعتبروا اني انا لما بطبخ مثلا طبخت لنجوم بهوليود، طبخت لمهرجان، في صور على صفحتها يعني ناس جدا مشهوره، لمهرجان برلين السينمائي، للبرلمان، لميركل. كل وحده لحالهم شيء. بس انا بحس انه لما انا شوي اللي بفرح فيه لما بيجيني اي حدا سوري شاب على المطعم وبيقول لي انا صار لي مثلا مو ضايق هي الاكله بهي النكهه من 10 سنين، بترجعي لهم ذكريات بيت. فانا هذا عن جد والله مو من قلبي عم بحكي، انه اكيد انا بكون مبسوطه لما بشوف نجم هوليود ولا ميركل ولا سياسي مهم اكل من اكلاتي، كثير طبعا بنبسط. بس لما بشوف هي الدمعه اللي وقفت هيك بعين حدا عم بيقول لي انا من 10 سنين ما دقت هيك اكل من ايدين امي كنت اكله وهلا اكلته منك، فهذا الشيء هيك دقات قلبي بيصيروا يعني، لانه الشغله لها علاقه مو بنوع الاشخاص قد ما بالمشاعر اللي قدروا يوصلوا لي اياها هدول الاشخاص. دائما الشيء اللي بيطلع من قلبه عن هيك طيب نيه وصدق بيوصل لقلوب الناس. اخر سؤال على السريع، وين بتشوفي نفسك بعد 5 سنين من الان؟ شو طموحك او وين بتحلمي تكوني؟ بعد 5 سنين بتخيل انه بدي اعمل مدرسه طبخ لحتى اجمع مو بس الاشخاص ليتعلموا ثقافه اكلنا السوري، مو بس الوصفات، الثقافه. الله. يعني نحن كيف ليش بنعمل هي السفره؟ ليش هندسنا هي السفره؟ هي السفره هندسناها لتناسب حياتنا، لماتنا، لمة العائله. الفته اكله هندست حياتنا على اساس الجمعه. اعملي فته وخلي حدا ياكلها بعد ساعتين، ما بيمشي الحال، لانه كله بيتم حواليها ويلا بنزلوا مع بعض مع الضحكات والمزح والضحك والمحبه، بتزبط علي حياتنا. فمو بس هذا الشيء اللي بدي اعلمه، لا بدي احاول اجمع الشيفات يلي موجودين بمناطق كثير بالعالم، انه وحده منهم اولهم انت مع انه مالي شيف ابدا ولا لي علاقه. كل حدا بيكون في له عنوان. يعني لما حدا بيشوف رادا، انا بالنسبه لي اول ما بشوف رادا فن التقديم. الله يخليكي. فهذا لحاله علم. يعني احيانا اصلا ببرامج التلفزيون توب شيف بيكونوا بالجوري، بيكون بلجنه التحكيم في شخص مسؤول عن التذوق، في شخص مسؤول عن التقديم.
انت ناويه هالاشياء كلها انه توجديها ببرنامج بالمدرسه. مره يكون في عنا كورس هذا تقديم كيف نحن بنقدم، شو اساس انه نطلع بعيننا، كيف بدنا نظبط بعض الالوان على بعض الالوان. فبتمنى بيوم من الايام تصير هي المدرسه حقيقه لتجمع كل هي الخبرات. ما شاء الله، يعني اذا في حدا رح يوصل انا متاكده انه انت حتوصلي لهذا الشيء، ونطمح انه نزورك فيها ان شاء الله يوما ما بالمستقبل. قبل ما نبلش تعالوا نحكي لكم شوي عن الترتيبات. مثل ما قلنا لكم حضرنا الصواني هون على الطاوله. الفطور الشامي حيكون بهي الصينيه الكبيره القش، والفطور الحلبي حيكون بهي الصينيه الخشب الكبيره. حضرنا الادوات اللي رح نستخدمها. حنحط هيك الحواضر بصحون صغيره كلها هيك خشب. انا كثير بحب هدول الصحون الصغار، بذكروني ببيت ستي الله يرحمها. وحضرنا هيك شوي من المعالق هيك الفينتج القديمه اللي بتوحي هيك ببيوت انتيكا، بتوحي ببيوت جدودنا وستاتنا وهيك. وهون سوق الخضره. هون شو ما بيلزمك انت عم ترتبي بتمد ايدك وكل ما جعت وبتقطفي وكل ما جعت كمان لانه حامل. فاي شيء رح نقطف من هون فريش على اساس يعني ونستخدم بالصواني. وكمان هون شويه ادوات. انا بحب كثير هدول الاشياء الانتيك. هذا مثلا حسيته رائع للفول او للمامونيه مثلا. في هذا البريق هيك رح نزين فيه السفره ونستخدمه، بيعطوا هيك اجواء بتكمل هيك يعني الشعور. تعطي دفى تماما، تعطي دفى، بتوصل الشعور اللي بدنا اياه، اللي هي صينيه عن بيت مثلا، كأنه بيت رايحه انت على بيت ستك او على بيت اهلك. فكيف هي السفره بتكون دافيه بقلبها من كل التفاصيل اللي بتشبه النمليه تبعيت ايام زمان. بالضبط، النمليه. هذا الشعور بدنا اياه. حتى انا ليكي حضرت هدول لحتى يعطونا هيك شوي كمان هذا الشعور اللي عم نحكي لكم عنه. بالنسبه للصحون والادوات اخترنا مثل ما قلنا لكم القش والخيش. مثل ما شايفين مفرش الطاوله خيش. بحب انا كثير صحون الفخار للفطور. بالشام تستخدموا صحون الفخار ولا نحاس ولا خليط من الاثنين؟ خليط من الاثنين. في شغلات بتنحط لانه لازم تنحط بفخار، مثل يعني مثلا في شغلات مثلا مثل الفتات افضل حطيها بفخار. بالفخار صح، مزبوط. انا كثير بحب صحون الفخار. وفي اشياء معينه بحس بالنحاسيات، وفي شغلات بالخشب. مزبوط. اليوم نحن عندنا خليط من بس هدول الثلاثه بيقربوا بعض. تمام. فرح نختار هيك ادوات وننسق مع بعض. بلشنا بهيك بداية تنسيق الصواني. هلا أنا اقترحت على شيف ملكة وهي وافقتني إنه أول شيء نبدأ بالجاطات الكبيرة حتى نعرف وين كل شيء حيقعد، وبعدها بنصف الحواضر حواليها. فأنا عندي اثنين جاطين كبار، واحد مامونية رح أعمل فيه المامونية الحلبية الشهيرة، فحيكون على الأغلب بالوسط، وفي جاط فول هون بالطحينة. وشيف ملكة حتعمل لنا نوعين فتة، وحيكون في شوربه شو كان اسمها ذكرية؟ الكشكه. هي انا شغله ما بعرفها ابدا، اليوم حدوقها لاول مره، ما سمعاني عنها نهائيا. وحواليهم الحواضر. فهلا رح نبلش نصف الحواضر بالبدايه لحتى نعرف قد ايه حيلزمنا اشياء ثانيه، ونبلش هيك نتكتك الصواني مع بعض. هو الحواضر عالم كثير كبير، يعني ما بيخلص. انواع المربيات كثار، يعني مربى الورد، الباذنجان، التين، النانرج، القرع. هلا اذا بدي اسالك بما انه فتح الحديث، اشهر نوع مربى بالشام شو هو؟ يعني كثير بنعمل النانرج والباذنجان والكباد. مربى الورد طبعا، والمشمش كثير مشهور، الفريز لانه موسمه بالصيف. طبعا هدول مربيات الباذنجان نحن بنقدمهم كضيافه لانه قطعه كبار. انتم نفس الشيء ولا بتاكلوه على الفطور؟ لا بناكله على الفطور. لا نحن ما عندنا مربى الباذنجان على الفطور، لا نحن بناكله هيك قطعه. يلا رح بلش ناولك الحواضر اللي حضرناها مع بعض، ونبلش ننسق الصواني مع بعض. هلا يا جماعه رح نبلش نصف. شيف ملك حضرت لنا، احكي لنا اول شيء عن هذا الطبق. فول مدمس، يعني ما لازم يكون في سفرة فطور شامية من غير الفول المدمس. هلا اللي بيميزه وجود الحمص الحب بقلبه. نحن بنحطها هيك رشه، يعني يعني هي مو للنكهه قد ما يكون انه موجود بقلبها حمص. هي اكيد اهم شيء فيها الفول والخضره. في ناس بيخلوا الخضره فقط على الوش وبيتركوا تحت الفولات، وبعدين بيحطوا الدريسنج اللي هي الثوم مع الزيت. هلا نحن بحلب هذا ما كثير مشهور قد ما هو الفول بطحينه مشهور اكثر. بس انا تعلمت عليه من رفقاتي الشوام. صرت اكله عندهم كثير، وفعلا صرت احسه كمان كثير طيب، وصراحه احيانا اخف. بالضبط. هاي كمان الشيء الثاني اللي حضرت لنا يا الشيف ملكه، متبل باذنجان. عالم هو اساس المتبلات الباذنجان، بعدين صار في متبل شوندر، متبل كوسه، باذنجان مشوي او مقلي. انا عامل ملك المتبلات. انا بشوف متبل باذنجان فعلا ملك المتبلات.
وهي هي الشغله بقى الاختراع الخطير كمان. هي انا من جديد اكتشفتها وشغله عن جد طعمتها جدا جدا مميزه. كشكه، هي الكشكه الخضراء يعني مو الميبسه. رح احكي هيك دقيقه كيف بنعملها. هي اول شيء معنا من الشام، اكله من ريف الشام بيعملوها اهل الزبداني، وكمان بيعملوها بالقلمون. عباره عن لبن وعباره عن برغل. البرغل اول شيء بينقعوه بحليب 5 كيلو او كيلو برغل لنقول. إلها ريحة. هي البرغل مع الحليب قد بقد بينقعوا ليلة كاملة، بعدين ثاني يوم بضيفوا له كيلو لبن. هذا كيلو اللبن حسب الحرارة الجو اللي عنا، يعني نحن هلا إذا عم نحكي بأوروبا فبدنا 15 يوم كل يوم بحرارة الغرفة نتركه هيك بجاط مغطى، وكل يوم صبح ومساء نجي نحركه. بعد 15 يوم بسوريا كانوا 9 أيام تكفيها القصة يعني. يصير هيك يرتفع عنا، يعني هي الكلمة بنقول نحن بفاخر يعني هو مثل كأنه معلومات كلها جديدة. أنا بالنسبة إلي كلها معلومات جديدة. يعني ما رح أقول إنه حيحمض أبداً، لأنه نحن إذا حمض وصار على طعمة حدودية معناتها نحن هي الكشكة صارت على الكب، ما عاد نقدر نستخدمها. بس بيطلع لها نكهة، هي نكهة الكشك يعني نكهة جديدة، نكهة كتير طيبة، ما بتشبه أبداً فعلاً الحموضة. مختلفة. أنا دقتها من شوي، مختلفة عن أي شيء تاني، ما بتشبه ولا نوع مطبل ولا نوع مقبلات، نكهتها جداً هلا هي اللي بتطلع معنا بعد 15 يوم. طبعاً مثل ما قلت إذا كنا عم بتتابعونا من مكان لا جوة درجة الحرارة في مثلاً بدول الخليج معناتها نحن عم نحكي عن 5 أيام مو أكثر من هيك. إذا بسوريا 9 أيام هيك شيء. بعدين بنفرزها بالفريزر، بنحط لها ملح، بالاخير بنحط الملح. اذا حطيناه بالاول ما بيعود بكشك الكشك ابدا. بدها معلميه يعني شغله بدها احترافيه ومعلميه، ما انه والله متبل ولا مسبح او لا هي شوي بتاخذ هيك، بدها هيك تكات معينه بعدين بنحصل عليها. هلا بسرعه حقول اذا نحن ما بدنا نعمل كل هاللته شو فينا نعمل؟ فينا نروح على اي سوبر ماركت نشتري كشكه يابسه بتكون بعلب كيف الطحين، بتكون موجودة بعلبة مثل الطحين. بنقدر ناخد معلقتين كبار مع معلقتين كبار برغل ناعم، بنحطهم بقلب خلينا نقول طاجونة، بعدين بنحط شي نص كاسة مي، لازم تكون مغلية المي، هيك بنحركهم سوا. لما بنحركهم سوا البرغل حينفش بالمي المغلية، وبنفس الوقت هي الكشكة البودرة اللي هي الكشكة اليابسة، يعني بعد ما كشكوا الكشك نشفوه على الشمس لحتى صار بودرة تمام، بعدين فركوه بغربال. بعدين حيجيبوا هي الخلطة اللي نحن عملناها، بنقدر نضيف لها لبنة أو لبنة إذا كان عندنا اللبن جامد، مع بصلة صغيرة بارشينا، جوز وبقدونس، وعلى وشها زيت زيتون. شغلة أكلة خطيرة كثير طيبة. خطيرة. هلا هي نفسها رح نعمل منها الشوربة. ايه البودرة نفسها بنعمل منها الشوربة. يعني شغلة. هي اصلا هي البودرة للشوربة، بس انا عم بعمل هي التكة تبع انه كيف فينا، ما عندي انا هلا لبن، ما عندي برغل، وما بدي اقعد 15 يوم ومشتهيتها، شو ساوي؟ خلص اذا عندي هي البودرة فيني اعمل هي التكة. شغلة رهيبة. هاي بلشنا نصف الحواضر بالصينية على الفطور الشامي. احكي لنا شوي عن الحواضر وشو بتميز الفطور الشامي بأي نوع من الحواضر؟ عندكم شيء خاص مثلا دايما بتحطوه على الفطور، ولا في شيء مختلف عن نحن بنستخدمه بحالة كحواضر للسفرة مثلا؟ هلا الحواضر يعني خلينا نقول منطقة بلاد الشام كلياتها عندها نفس الحواضر، يعني كلياتنا بنحب الجبنة المشللة مثلا، كلياتنا بنحب المحمرة. ممكن تختلف طريقة عمل أهل الشام للمحمرة عن طريقة أهل حلب للمحمرة مثلا. هاي المحمرة بس شوفوا المحمرة يا عيني شفتوا. أما بعتقد إنه يعني نحن شوي متشابهين، عم نختلف بس بتكنيك عمل المحمرة. كتير نحن من مثل ما قلت لك بنخلط الحلو مع المالح، يعني مثلا المربى حطيته جنب الجبنة، نحن بناكل جبنة ومربى. نحن بحلب عندنا نفس الفكرة، دايما المربيات لازم يكون في جنبها جبنة. هلا رح نبدأ بالأشياء الثقيلة بقى. نحضر فتات، الفتتين، نوعين من الفتة حنعمل، ورح نحضر شوربة الكشك.
كشك ولا كشكه؟ شربت الكشك. كشكه او كشك اللي هو اثنيناتهم صح. ملكة عم تشتغل بصينيتها وانا قررت بلش نسق هيك، حاول نسق صينيتي لحتى الحقها، هي سبقتني ما بدي اياها تربح بالنهايه. المهم انا مثل ما قلت لكم حاعمل مامونيه حلبيه. المامونيه الحلبيه كثير مشهوره عنا، بناكل معها قشطه وجبنه كعيب او جبنه مشلله او الاثنين. فانا رح اضرب بعد شوي، بس رح بلش صف الحوادر والاشياء اللي بتتحمل تنطر، والمامونيه اخر دقيقه. مثل ما قلت لكم من شوي حلب بتتميز بالفول اللي بطحينه، نحن عنا مرغوب اكثر بحس الفول بطحينه. فرح بلش صفه على الصفره، ورح احط الحواضر الثانيه اللي بتميز فيها الفطور الحلبي واحكي لكم عنها على السريع، وبعدها بلش بالمامونيه. وهي صار تقريبا الصينيه للفطور الحلبي جاهزه. تعالوا فرجيكم نحن بحلب شو بنحط على الفطور كحواضر. قلت لكم عن الفول، عندنا طبعا شيء كثير مشهور بحلب وكثير شيء اساسي على السفره دائما على الفطور اللي هو مربى الورد. يا ريت الكاميرا فينا توصل الريحه، شمي هالريحه. واو ما شاء الله ما شاء الله. انا بعشق مربى الورد يا جماعه. رح احط لكم بصندوق الوصف رابط وصفه مربى الورد، وكمان رابط وصفه المامونيه بالتفصيل، لانه ما رح نقدر نحكي عنها اليوم بالفيديو بالتفصيل. فالمربى الورد شيء اساسي على السفره، ودائما بناكل معه اما جبنه كعيب او جبنه مشلله او الاثنين. طبعا زيت وزعتر ما في غنى عنهم على اي سفره فطور سوري او عربي بعتقد. انواع الخضار جنب الفول، في عندنا كمان سلطه زيتون كثير بنعملها، اللي هي عباره عن زيتون وفقاش، بنفرم معها هيك بصله ناعمه، شويه بندوره، وإلها كمون ودبس رمان. انتم بتعملوها؟ نحن بنعملها بس ما بنحط، نحن بنحط معها طرخوم. طرخوم بدل البقدونس هيك على الوش مثلا؟ ايه لا بقلبها طرخوم وزعتر، وممكن كمان نحط لها جبنه. تغيير شكل انتم. من الحلاوه اكيد طبعا الحلاوه شيء بيض مسلوق دائما بتلاقوه يعني على نحن ممكن اكثر نعمل البيض المقلي مع مثل الجزمز. لا هي بحلب ما بنعملها بقى. لا نحن الزيتون باشكاله. في عندنا كمان البسطرمه. انتم بتستخدموا البسطرمه شيء كنوع يعني اما على العشاء او على الفطور؟ نحن بنستخدمها بس هي مو لنا. يعني نحن بحلب احيانا في ناس بتحب عندكم ارمن كثير حبيباتنا. اي والله عندنا البسطرمه شغله كثير مشهوره. يعني انتم عن جد وبيعملوا بيض لكي انه عندكم الارمن، لانه اكلاتهم رهيبه. احسن ناس بيعملوا البسطرمه مقليه مع البيض بتجنن. رهيبه. بسطرمه مقليه بالبيض شغله رهيبه. وبظن هيك خلصنا. في نحن عندنا كمان شيء كثير اساسي على سفره الفطور اللي هو القشطه والعسل. هاي القشطه بيتوتيه بتجنن رهيبه، كثير طيبه. قشطه وعسل دائما بتلاقون على سفره الفطور. وبالنسبه للمربيات عندنا مربى المشمش كثير مشهور واساسي، طبعا مربى الورد. انا هيك تقريبا صرت جاهزه، وملكه تقريبا صارت جاهزه. بقي هيك اللمسات الاخيره، الزينه، شويه خضره وفواكه، بنقطع الخبز، وملكه رح تبدا بانواع الفتات الخطيره، وانا رح ابدا بالمامونيه. اوكي. بالنسبه للمامونيه، المامونيه هي عباره عن مثل سكر قطر وسميد محمص. هلا السميد لازم يكون خشن، وبنحمصه بكميه وفيره من السمنه. بنحمص السميد على مهل لحتى يصير لونه اشقر غامق. بس يتحمص هيك منيح بنكون محضرين القطر غالينه، وبنضيف عليها القطر المغلي السخن، وبنخليها تغلي دقيقه واحده بس، وبنطفي النار وبنغطيها. بعد ربع ساعه بتلاقوها هيك حبه السميد فتحت واخذت هيك قوام سميك كثير حلو. هي حمصنا السميد، شوفوا لازم ياخذ هالدرجه من اللون بعد التحميص بالسمنه، هيك بيكون جاهز. هلا بكون القطر انا محضرته، وراح صب القطر فوق السميد المحمص، خليها تغلي دقيقه واحده فقط، وطفي عليها وغطي الطنجره، وخليها ترتاح ربع ساعه لحتى حبه السميد تفتح ويصير قوامها مثل ما بدي تماما. الفتات يعني الفته هو طبق كل بلاد الشام تعمله، وحتى بمصر بيعملوه خبز مع البدوه اللي هي لبن وطحينه ملح وليمون وثوم. في فتة الحمص كثير اشخاص بيعملوها، بيضيفوا مع هي البدوه نفسها بيضيفوا مسبح، هاي اللي هي الحمص المهروس. انا هيك بعملها. وفي اشخاص لا بيكتفوا بانه الحمص يكون فقط مع الخبز. اول شيء للفته هو الخبز اليابس او المقلي. اخف بحس انه نحن نيبسه.
اما عن طريق انه نحن نعرضه يومين للهواء او نحطه بقلب الفرن او الميكروويف. بس الفتة اللي بيتميزوا فيها الشوام وفقط اهل الشام بيعملوها هي فتة الفأسة، بيعملوها بزيت زيتون وفتة كتير خفيفة. يعني في ناس رح يفكروا انه لانه هي فتة بقلبها زيت زيتون كتير فهي فتة تقيلة، بالعكس هي كتير خفيفة. ولكن الشرط لحتى نعملها انه نحن نكون في عنا زيت نوع تاني وثالث، يعني مو زيت نوع اول لحتى يفقس. وشغله تانية لازم يكون في عنا إلي. الإلي هو كربونات الصوديوم، مو الكربونه. الكربونه هي بيكربونات الصوديوم. اضافه ربع معلقه صغيره لحتى للزيت، نص كاسه زيت لكاس وبنفس الوقت بنحط تقريبا شي 3 كاسات مرقه سلق الحمص مع ربع معلقه صغيره من الإلي. بيفقس الزيت. شو يعني بيفقس؟ الزيت لونه اخضر ومرقه الحمص لونها بيج، اثنيناتهم مع بعضهم مع الإلي على خلاط بصير لونه كأنه حليب، كأنه حليب يعني لحتى تذوقوه وتقولوا. ولما بتذوقوه ما حتلاقوا طعمة لا زيت ولا طعمة مرقة حمص، طعمة جديدة بسبب الإلي مع هذا النوع الزيت اللي هو نوع تاني على الخلاط. بيعطيكم نكهة فظيعة فظيعة فظيعة. يعني أنا بشوفها أطيب من فتة البدوة. أول فتة جهزتها فتة الفأسة. فتة الفأسة الخبز يعني لازم شوي يتشتش فيها، فلهيك جهزتها أول شي. ما بتتزين غير بكمون، رشة كمون على وشها وبس. مو مثل فتة السمنة. فتة السمنة لازم يكون في قلوبات ورمان وخبز مقلي، فهي فتة كتير خفيفة مثل ما عم لكم. شايفين كيف لونها أبيض؟ لونها أبيض، ما بقلبها ولا حليب ولا أي شيء. مجرد حطيت الزيت مع الإلي مع مرقة الحمص صار اللون حليبي مثل هذا اللون. يا جماعة هاي المامونية صارت جاهزة. شوفوا هيك قوامها لازم يكون هيك، وهيك لونها لازم يكون. السميد تحمص منيح واخذ لون هيك اشقر حلو. هلا جاهزة للتقديم. انا برش عليها فستق حلبي وقرفة. في ناس بتحط القشطة على وش المامونية، في ناس بتحطها على طرف، انا بحب اقدمها على طرف. وكل واحد بسكب وبحط القشطة اللي بده اياها. نحن بناكلها دايما مع قشطة او جبنة مالحة، جبنة كعيب وجبنة مشللة مشان وخبز طبعا مشان تكسر حلاوة المامونية. هي هيك بتتاكل. وهي الفتة صارت جاهزة وطشة السمنة كمان صارت جاهزة. هي احلى فقرة. هي تمام بيرفكت. يا عيني يا سلام يا سلام، شكلها غرام. بتشهي الريحة والألوان شيء خرافي. نحن قربنا نخلص على فكرة. لمسات أخيرة جاهزين نقارن الصينيتين مع بعض. اوكي ماشي ماشي. ترى وهي الصواني صارت جاهزة. خلصنا كل شيء وسكبنا الأكلات الروايح. كيف لقيتي والله انا ماني مصدقه امتى اخلص واكل. الولد بده ياكل يا جماعه. يا على قلبي جمعناها حامل وهي عم تطبخ ونحن متفقين وناطرين الدقيقه اللي نقعد ناكل فيها. هلا رح ناكل، بس قبل ما ناكل ندوق نعطيكم هيك الرأي النهائي. نصور لكم الترتيبات. هي صينيه الفطور الشامي بتشهي، وهي صينيه الفطور الحلبي. هلا انا حلبيه منحازه شوي، بس والله هي شكلها كثير مغري. الفته يا جماعه يعني لا يعلى عليها، ملكه الصفر. انا على والله انا ما راح اكون منحازه لا للشامي ولا للحلبي، انا حاستهم متكاملين اثنينهم طيبين صراحه. يعني والله طلع شيء بشهي. سلم ايديكي. انبسطت كثير بهالعالم المشترك معك يعني وبهالفيديو، ومتحمسه لمشاريع ثانيه وفيديوهات ثانيه. يا ريت والله لما بدك تجي لعندي على المطعم. بتشرف. الي الشرف. اهلين يا ملكه. نشوف المحاشي ونتخانق على المحاشي والكباب كمون. لا انا ما رح نتخانق على المحاشي، لانه انا دائما بشوف انه كل شيء طيب اذا اللي طابخه هو يعني عنده نفس طيب. كمون ولا بلا كمون عظيم حيكون. رح نختم الفيديو بهالجمله: كمون وبلا كمون اثنيناتهم اطيب من بعض. يلا نبلش ندوق. ايه اعطوني معالق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بيجوا حنبلش. هلا انا بسكب لك بالحلبي وانت بتسكبي لي بالشامي. شو رايك؟ شو عبالك تجربي من عندي؟ شرب الشامي. يا ويلي بأرضي ببيتي. عن شي حجابهم وشي اكلوا. طيب لا قصدي فتة، لانه فتة تشتشت. صارت تشتوشة مو فتة. رح نبدا بالفتة. يا عيني. تفضلي. ما رح كتر لك لحتى تذوقي من كل شيء. هي بلشنا ندوق يا جماعة، والأكلات شكلها غرام.
يا عيني على الفتة يا عيني.